السلام عليكم. شايفين العداد ده؟ العداد ده كده رجاله سايب خلاص، مش ممسوك غير بالسلك السرعه والضفيره، تمام كده؟ يعني هو مفيش اي حاجه ماسكاه. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل زي ما انتوا عارفين، شايفين المسمارين دول؟ المسمار ده اهو والمسمار ده اهو، شايفينهم؟ هم دول اللي ماسكين العداد في الموتوسيكل. تمام. تمام. ماسكين العداد ازاي؟ مش بوريمه ولا بصموله، لا، هم ماسكين اهو المسمارين دول داخلين في العداد كبس. تمام. كبس في العداد كده، يعني هم جزء لا يتجزأ من العداد، ولكن هو بقى ممسوك في العروسه بالصموله اللي حضرتك شايفها دي. يعني المسمارين دول جزء ثابت في العداد. لما الماده دي بتنشف مع المطبات مع البتاع، بيقوم المسمارين دول قطمين من العداد. تمام. بيطلعوا من العداد، اصبح العداد كده سايب. طيب بما ان هم كابس مش صموله ومش حاجه، لما يسيب كده هنعمل ايه؟ بعض الناس بتلجأ لطريقه ان هم يستخدموا هنا قفيز، تمام، من هنا كده وقفيز من هنا كده عشان يمسكوا العداد. وبيبدأ كده بالتدريج يا سيدي الفاضل يتحول الموتوسيكل لحاجة قديمة رخمة كده بقى. اما كل حاجة تتخرب فتعملها بطريقة مشي حالك كده زي القفايز والحاجات دي، فلا. فاحنا دلوقتي العداد اللي سايب ده احنا عايزين نعمله دلوقتي، نرجعه زي ما جاي من المصنع بالظبط. هي المشكله يا رجاله، انا عايز بس اقول لكم فكره. المشكله مش في التصليح، ما هي الحاجه هتتصلح، ولكن هي المشكله ان انت بعد عمر طويل من الموتوسيكل يفضل موتوسيكلك زي اللي جاي زيرو بالظبط. يعني تيجي تصلح حاجه رجعها، خليها زي ما كانت جايه، عشان ما تجيش بعد سنه سنتين تلاقي نفسك ماشي، ولا 3 4 5 6 سنين تلاقي موتوسيكلك عباره عن حته خرد على السكه وانت راكب عليها ومن غير ما تحس. ما لو كل حاجه باظت مشيت حالك كده اي بتنجان وخلاص، هيتحول فعلا لان انت تكون راكب حته خرد على الطريق. وهنا تبدا بقى تبص للموتوسيكلات الجديده اللي حواليك، ويا حبذا لو تشتري موتوسيكل دي جديد بسعر وقته بقى. فانت يا سيدي الفاضل لما حاجه تبوظ اعملها كويس زي اللي جايه من المصنع. طب ده هيتعمل ازاي؟ واحنا قلنا دلوقتي ان المسمارين دول اصلا بيبقوا كبس في العداد، فاحنا هنكبسهم في العداد ازاي؟ ان شاء الله رجاله ده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه، وتابعونا. لان دلوقتي بس في حاجه كده ناقصه مش موجوده دلوقتي. انا بس قلت اعمل عشان انا ما انساش اصور الفيديو بس، تمام؟ لان شويه كلمتين انا قلتهم دول هيفكرونا وخلينا نصور الفيديو باذن الله. تمام. في حاجه ناقصه بس كده هنشتريها الاول، وبعد كده ان شاء الله احتمال بكره نشتغل في العداد ونرجع المسمارين. وهوضح لك طبعا لان انت دلوقتي محتاج افك وابين لك القصه اكتر كمان، لان انا بتكلم على المقفول. تمام. ونصلح العداد. الموضوع مهم. بعض الرجاله طبعا الموضوع ده مش مهم بالنسبه لها خالص، لسبب واحد، لان عداداتها سليمه. ولكن احترس يا عزيزي، السليم النهارده بكره ينكسر، فاعرف حاجه تنفعك. لان الايام بتدور، وانت عدادك مش مكسور النهارده بكره هتكون عايز تصلحه، والمشكله اللي موجوده النهارده بكره هتكون عندك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.